عايز اكلمك على نوع من الناس، مش رمادي ومش اسود ومش ابيض، انما شفاف. الشخص ده بيتغير بلون المكان اللي هو فيه. الناس دي دايما مش بتختار طريقها، وانما بيختاروا مين ماشي في الطريق وبيمشي معاه. يعني لو انت بتشتغل هو شغال معاك، لو انت بتشتم هو بيشتم معاك، لو انت متدين هو اول واحد هيقول لك جزاك الله خيرا ويا شيخنا بارك الله فيك. ولو قلبت مع ترندات هيغني معاك ويرقص معاك ويعمل معاك كل الكلام ده كله. المشكلة ان الناس دي مش بتجامل، هم اصلا بيتكونوا من المجاملة. يعني ما عندوش موقف، ما عندوش مبدأ، ما عندوش عمود فقري، ما عندوش لأ قصاد اي غلطة. الناس دي اخطر من اعدائك لعلمك، هم معاك طول الوقت وفي جلدك، بس مش عشانك وانما عشان مصلحتهم. خلي بالك بقى، مش كل اللي بيسقف لك بيحبك، ومش كل اللي جنبك واقف في صفك. علشان كده الناس دي بتخوف. ده حتى ربنا جاب سيرتهم لما قال لك الآيات، يعني فيما معناها ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك إن المنافقين في الدرب الأسفل من النار. يعني في آخر حتة سماهم منافقين، لأن هم بيخادعون الله وهو خادعهم، يعني إن هو بيتلون. المشكلة بقى ليه بيعملوا كده، أو ليه ربنا هيعمل فيهم كده؟ عشان هم ربنا قال لك إيه؟ مذبذبين لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. شكرا. ومن يضلل الله فلن تجد له نصيرا. دول خلاص، ده ربنا أضله. فاللي ماشي على كل الأسلاك وبيلعب على كل الألوان، اعرف إنه منافق. وده مش بتعريفي، ده بتعريف ربنا. خلي بالك منه، لأن احنا بالهلس بنقعد نقول ده في مكان مخصص في الجحيم للفئة الفلانية. ربنا قال لك إن في مكان مخصص في الجحيم في الدرك الأسفل، تحت خالص، تحت وجوه خالص كده، إخواتنا المنافقين دول. واسأل نفسك سؤال: يوم ما تقع، متخيل إن هذا الشخص أو هذه الشخص هيبقوا واقفين جنبك ولا حاجة تانية؟ بس فيعني عاقل كده. ربنا يبارك لك. سلام.